مشاهير اغتصبوا قاصرات في جزيرة خاصة. في عام 1998 اشترى الملياردير جيفري أبيستن جزيرة بقيمة 8 مليون دولار، والغريب أنه صورها بنخيل طول الوحدة فيها 12 متر. تقع هذه الجزيرة بمكان منفصل عن العالم بجزر فيرجن بالكاريبي. جيفري لأنه خبيث ما كفتها الجزيرة، لا، شرى جزيرة ثانية جنبها عشان ما أحد يعرف وش المصايب اللي يسويها في هذه الجزيرة. في أحد الأيام في عام 2005 استدرج جيفري بنت عمرها 14 سنة بمبلغ كبير عشان تسوي له مساج. بعدها جيفري أجبر البنت تشيل ملابسها واعتصبها، ويوم خلص أعطاها الفلوس وخلاها تروح. البنت دي رجعت وعلمت أمها وقدموا بلاغ للشرطة. طبوا عليه الشرطة في البيت ولقوا في بيته صور قاصرات كثيرات بدون ملابس. المهم انه انسجن لمدة سنة. بعد ما طلع من السجن قاعد يفكر شلون يكمل قذارته، فقال خلني اسوي هالمصايب في جزيرتي اضمن لي. وصار ينقل الاطفال البنات والاولاد هناك ويعتصبهم. انتشرت سمعة جيفري في كل أنحاء أمريكا، وبدوا الأثرياء ورجال الأعمال يطلبون منه أنهم يشاركونه في قذارته. وفعلا صار يجيب البنات الصغار ويعطي كل وحدة فيهم 3000 دولار، حوالي 11,000 ريال سعودي، وكلهم كان يجيبهم على أساس مساج وفلة مو أكثر. لكن نهاية هالفلة أن هذول الأثرياء ورجال الأعمال كان كل واحد فيهم في النهاية يعتصب بنت، لدرجة صار اسم الجزيرة جزيرة المتعة. كارولين كانت واحدة من هالضحايا، وتقول أن جيفري اعتصبها أكثر من 100 مرة، والجزيرة تقول كأنها سجن ما تقدر تطلع منها أبدا ولا فيها شرطة. الغريب أن في فيلم كرتوني قديم كان يوصف هالجزيرة بالتفصيل. How would you blokes like to make some real money? Well, and who do we have to, No, nothing like that. You see? I'm collecting stupid little boys. Stupid little boys. You know, the disobedient ones what play hooky from school. And you see, and I take them to Pleasure Island. Pleasure Island. Pleasure Island? But the law. Suppose they... No. There's no risk. They never come back. في شهر 6 2019 تم القبض على جيفري بتهمة الإتجار بالبشر، وبعدها بشهرين بس لقوا جيفري منتخر في زنزانته، لكن الصدق إنه ما انتخر. الطب الشرعي وقتها ما أعلنوا النتائج، وقالوا إنهم يحتاجون وقت عشان يعرفون سبب الوفاة. وفي تقارير ظهرت بعدها وأكدت إن جيفري تعرض الكسور في الرقبة والضلوع، وهذا معناته إنه تم قتله. مع إن جيفري مات، لكن محاكمته ما زالت مستمرة. والصدمة اللي صارت قبل شهر يوم أعلن القاضي إنه راح يسمح بنشر كل الأسماء والشخصيات اللي شاركت جيفري بجزيرته. ومن هالشخصيات بيل جيتس ومقدمة البرامج أوبرا، اللي بعد هالفضيحة سحبت كل دراهمها وهجت برا أمريكا وقفلت التعليقات في حسابها. وبرضو وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والأمير أندرو ولد الملكة إليزابيث، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك، والممثل توم هانكس، والمغني مايكل جاكسون، وعالم الفيزياء المسكين ستيفن هوكينج.